مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج اش كتعاود على لو 360. اليوم معنا فنان حاضر معنا، تعرفت عليه أنا شخصيا منذ سنوات، وهو يعني مناضل في المجال ديالو، في المجال الفني. معنا توفيق البوشيتي. أهلا بك توفيق. أهلا أستاذ عماد، وسعيد أنني نكون من بين البرامج ديال 360 ومن بينها برنامجك الجميل اللي لقى إقبال عند الجمهور. عرفتي درتي هذيك المقدمة كأنك شي إذاعي. فايت درتي الإذاعة ياك؟ فايت اشتغلت منشط في إذاعة خاصة باش داكور. شحال دوزتي في هذه التجربة هذه؟ واحد السنة. كانت تجربة في الحقيقة فيها مغامرات وفيها الحمد لله. كانت فترة الصباح والليل والمساء وفي المباشر وما أدراك ما المباشر. علاش ما بقيتيش في الإذاعة وفي العمل الإعلامي؟ صراحة لأنه شوف كل حاجة والحلاوة ديالها. إلا جيت في الحقيقة ما نكذبش عليك، إلا جيت نعطي في جميع المجالات كتجي شوية ما غادي نعطيش كثر ما شديت في واحد الاتجاه. هو طبعا الاتجاه ديال الغناء، لأنه إلا جيتي تدي اللي داها كلها كيخليها كلها. دونك انا قلت نرتاح شويه من هذا المجال، لانه اصلا كنشتغل موظف في القطاع العام. طيب توفيق، اش كتعاود؟ والله الا من الحامدين الشاكرين. اخبار زوينه الحمد لله كتفرح. عندي تزوجت، عندي بنيه سميتها جوهره عندها عام و3 شهور. تبارك الله. كنشتغل على دي سينجل ما كنوقفش الحمد لله. كنمشي على حساب الامكانيات ديالي بخير وعلى خير، صحه جيده. طيب تعرف عليك الجمهور المغربي من خلال المشاركه ديالك اكيد في برنامج ستوديو دوزيام. اكيد. طيب حتى الان شحال عندك من سينجل لا توفيق؟ حاليا عندي 7 متنوعين شي شويه، فيهم الحساني، فيهم ستيل راي، فيهم المغربي، فيهم ودي دو فيديو كليب نتجاتو لي القناه الثانيه، وفيديو كليب نتجتو انا بمدينه الصفرو، وكاين اغاني منها وطنيه ومنها عاطفيه. طيب بحكم انت يعني ربما انك تزاديتي في طنطان او في قليميم. في قليميم ولكن عشتي في طنطان. بعد ايام قليله التحقت بسكان طنطان وعشت معاهم واحد الفتره ديال 7 سنين، ومشيت لتالودان عشت معاهم 9 سنين، وحاليا عايش في الرباط لمده تقريبا ما يزيد عن قريب ل 20 سنه. طيب هذا التنوع هو اللي خلاك يمكنك انك يكون عندك واحد يعني متمكن من بعض الايقاعات، من بعض الانماط الغنائيه الموسيقيه، الحساني طبعا، امازيغي، الحساني، تولي ستيل. يعني خاصني الا مشيت مثلا شي فيستيفال والله شي سهره كنحاول ما امكن نعطي جميع الانواع والاذواق، لان الاذواق كتختلف. ممكن يكون هذا كيبغي واحد الستيل، بطبيعه الحال فكنعطي شويه من الحاجه. طيب تقدر تسمعنا شي حاجه من اخر اغانيك مثلا الا بغيت نسمعوا الميمه نسمعوها؟ هي ان شاء الله. رفقه الجيتار. هذه تحيه لكل المرضيين والامهات اللي كيشاهدونا وكيسمعونا في هذا الموقع، ونتمنى له الانطلاق ان شاء الله. يا ليلي يا ليلي يا ليل يا لمي ما راني نتغطى ونتفرش برضاك يا لميمة يا لميمة سمحي لي يا الحنينة سمحي لي بشرب حن عليا بشرب حن عليا هيا يا لميمة سمحي لي يا الكبيدة سمحي لي بشربي حن عليا
باش ربي يحن عليا. يا سلام عليك. خلي معك الجيتار، خلي مازال غنبغيو نسمعوه. هذه كانت، هذه واقيلا من لي سينجل ديالك؟ اييه، من الالحان وكلمات ومسجله بطريقه راي شويه. وحاليا دابا كنعرف بها الجمهور الكريم في السهرات ديالي، وان شاء الله نتمنى انها توصل. طيب توفيق، دابا لا برودكسيون اللي كتبغي تنتج، شنو الامكانيات اللي كتعتمد عليها؟ غالبا امكانياتي الشخصيه. انا اللي كنسبونسوريزيها راسي، انا اللي كنسهر على يعني تسجيل العمل، وكنحركه بامكانيات على حسب الامكانيات ديالي. ولكن حاليا مستقبلا غادي نشوف زعما الجهات اللي غادي ممكن تبقى ما بقاش ننتج راسي. طيب يعني باش تنتج وتعول على راسك كيخصك ضروري من موارد ماديه. الدخول ديالي مثلا لي زيفينمون ابار العمل يعني كنخليه ما هو منزلي، ولكن لي زيفينمون احيانا كتوفر لي الامكانيه باش نسجل الاغاني، ولكن هذا الشيء بطبيعه الحال ما كافيش. ولكن حاليا غادي نبقى ندخل المجال ديال بدعم، يعني ما نبقاش نسجل شخصي. بالنسبه لهذاك الدعم اللي كتعطيه وزاره الثقافه في اطار لجنه الدعم، دفعتي شي مشروع ديالك كتوفيق؟ انا في طور يعني النتيجه، كنتسناو غير النتيجه حاليا، ونتمنى انه تعطي الاكل ديالها. طيب انت في الصغير ديالك يعني درستي موسيقى، درتي سولفاج؟ ما نكذبش عليك، مشيت بعض الاوقات للمعهد وما كان ضابطش، يلا كندوز نص ساعه كيجيني شويه سميتو. علاش انت انسان غير منضبط؟ غير في المعهد، حيت ماشي هكاك، غير جو المعهد كيخليني كنكون ملتزم مع شي امور اخرى، وكتخليني ما كنحاولش نستمر. هذا هو اللي خلاني، ولكن لا بدا على اساس من المستقبل. العلم ماشي هو نهايه العمر، ولكن طيب هو هاد الالات اللي كتعزف من غير الجيتار شنو ممكن تعزف كذلك؟ العود، الاورغ، الهارمونيك، الايقاع. هادشي الايقاع نعم. هذه الطريقه الاسبانيه ديال الفلامينغو. شويه ديال الايقاع ديال المهم مسكين تعدينا على الجيتار. لا. طيب شنو الاحساس ديالك توفيق مثلا وانت مثلا انت تزاديتي كفيف، ولا كان شي وقت اخر عاد فقتي البصر؟ كان شي وقت معين، هو كان عندي واحد الخلل، فهمتي، كانوا الفيزيبلات شويه محروقين. كان الضوء طافي. كان الضوء طافي شي شويه، وزاد تكملات يعني التلفازه كنت كنقرب ليها بزاف في الصغر ديالي في عامين ولا عام ونص تقريبا، وما كنت كنلعب وكنشوف داك الرسوم وكذا وهذه، وخلانا وشوف المفارقه كي دايره التلفازه، هي اللي درات لي عيني، وهي اللي لونساتني مع الجمهور. سبحان الله. هذا هو. ولكن يعني اجتهدتي وكاين يعني كنحسوا عندك عزيمه كبيره، رغم كاين صعوبه بطبيعه الحال، ولكن راك دابا انت مثال بزاف الناس في الاراده القويه، ان اللي بغى يوصل لشي حاجه راه ممكن يوصلها، ربما تكون عنده اعاقه في احدى، وكلنا عندنا اي بشر عنده اعاقه في احد. انا العكس، الاعاقه بالنسبه لي بحال قلتي شي علامه عطياني واحد التميز. وان شاء الله يعني المستقبل اللي غادي يكون هو انه في الصيف المقبل ان شاء الله غتاسس عندي اوركسترا البوشيتي. هذه الاوركسترا هذه كتعزف جميع الالوان، تولي ستيل غربي وكل شيء. هذه فرقه خاصه بالمكفوفين، يعني مكفوفين، يعني هذا هو التميز اللي غيكون ان شاء الله. ان شاء الله. فايتين شفنا هذا، اعتقد واش في مصر كان هذا ليكزامبل، ان اعتقد فرقه موسيقيه من مكفوفين، ولكن تبارك الله من امهر العازفين، ومن يعني ممكن ان شاء الله نتمنوا انك تمشي في هذه الخطوه ديالك. ان شاء الله ان شاء الله. نبغيو نسمعوا شي حاجه ديال، بما انك ذكرنا قبيله الطرب الحساني، عطينا شي حاجه حسانيه. والله الا تسمعوا دريك ان شاء الله والحساني، ولا هي نقول لكم قيفان، يعني ابيات شعريه سابق ما نغني لكم. وخيارته ودي والله دريك انت راك تحس الصحراوي. راه نكملنا دريك من اولاد الجنوب. طبعا. مغربيه مزيانها دخلت لاهي تمحني،
ألا رفدوني عنها والله رفدوها عني، بملاحفها ونقية من شوفتها يا وني، وبدات حريقة فيا ما تركتني متهني. هي في الدنيا غاية وانا بيها متمني، يكون التم معايا نرقص ونبات نغني، نشكر في اولاد الجنوب بقفاني وبفني، وفي المغرب المحبوب واللي كامل يسمعني. لا إله إلا الله، تقول أراك مبتسما تغني، وكم يحتاج مثلي للبكاء. تقول أراك مبتسما تغني، وكم يحتاج مثلي للبكاء. انا نبغيك انتي وانتي ما قلتي لي شي، انا نبغيك انتي وانتي ما قلتي لي شي، انا نبغيك انتي وانتي ما قلتي لي شي، انا نبغيك انتي وانتي ما قلتي لي شي. قلبي عندك مرهون، قلبي عندك مرهون، يلي منك وحشي، يلي منك وحشي، وتعالي راني هون خليني لا تمشي، وتعالي راني هون خليني لا تمشي. انا نبغيك انتي وانتي ما قلتي لي شي، انا نبغيك انتي وانتي ما قلتي ليش. الله 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 لا اله الا الله، الله 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 لا اله الا الله، اوه لا الا الله. شكرا لك. شكراً تبغي تقول شي اضافه في الاخر؟ كاين شي جديد ان شاء الله غادي تسمعوه قريبا؟ الجديد ان شاء الله هو غادي تكون اغنيه ان شاء الله بلون لي ستيل جديد، بلون الخليجي مغربي، كلمات مغربيه اكيد. وغادي يكون الجديد هو كيف ما قلت لك اوركسترا البوشيتي اللي غادي يولي يرافقني في جميع السهرات. وهذا اللي نتمنى على انه الجمهور يتلاقى معنا في جميع الساحات اللي غادي نكون فيهم. كاينين ان شاء الله دي دات اللي ما غنعلنش عليهم، كاين الشمال وكاين الجنوب وكاين خارج ارض الوطن، فان شاء الله نتمنى انه نال اعجاب الجمهور الحبيب. شكرا لتوفيق البوشيتي، شكراً. بالتوفيق دائما معك احبائي. تشاو تشاو. It's not time to make change, just relax, take it easy. صافي صافي هادشي اللي شاد. نشد البيض ونديرو نعم سيدي في المقراش حتى هو كيفاش؟ ما كاينش التسخسيخ. نودعكم على امل اللقاء بكم مجددا عبر امواج 360 زيدوا 40 تولي 400.